احنا دلوقتي داخل استاد السلام وانتهاء لقاء الاهلي ووادي دجله في كاس مصر. خليني اقول لكم بقى بعض كواليس اللقاء النهارده اللي كانت في البدايه اخلاق رياضيه وروح رياضيه ما بين الفريقين. كانت العمليه هاديه في البدايه طبعا نزل الكابتن احمد حسام ميدو ومحمد شوقي والجهاز الاداري والفني بتاع وادي دجله، وكان في روح رياضيه كده ما بينهم وما بين لعيبه الاهلي والجهاز الاهلي. خليني اقول لكم الماتش بشكله او بكامل رمته كده كان ماشي كويس وكان ماشي حلو وكان كل حاجه. بدات الازمه امتى؟ بدات الازمه في الجول الثالث للنادي الاهلي. الجول الثالث للنادي الاهلي بدا جمهور الاهلي يهتف البت بيضه 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 البت بيضه ونعمل ايه، وده اللي ضايق الكابتن احمد حسام ميدو وخلاه يروح لجمهور الاهلي ويبدا يشاور لهم باشارات كده مالهاش لازمه، وبدا يبقى في شتيمه من الكابتن احمد حسام لجمهور الاهلي، وده اللي خلى بعض مسؤولي الاهلي اللي هم يروحوا للجمهور ويطالبوهم بالهدوء. وطبعا الكابتن زي ما احنا شفنا الحكم راح له وطالبه برده بالهدوء عشان ما يحصلش مشكله والموضوع ما يكبرش اكتر من كده. يعني بعد الماتش برضو الكابتن احمد حسام حاول يهدى وحاول يلم الدنيا. كانت الاجواء ما بينه بعد الماتش وما بين اللعيبه والجهاز الاهلي كان جميله جدا وكانت كويسه جدا. احمد حسام ميدو ومحمد شوقي وكل الجهاز بتاعه راحوا وسلموا على لعيبه الاهلي وسلموا على الجهاز بتاع الاهلي، وكانت روح رياضيه عاليه جدا ما بين الفريقين. لكن برضو كان فاضل الجمهور، كان في الدنيا شده ما بينهم شويه. حصل من اول وجديد ان الجمهور شتم، وده اللي خلى الكابتن احمد حسام يعمل للجمهور كده علامه الزمالك، وبرضو شتيمه وحركات ملهاش لازمه من الكابتن احمد حسام. في حاجات كده ما كانش ليها لازمه اللي تحصل، ما كانش ليه لازمه المدير الفني يرد على الجمهور، ما كانش ليه لازمه الجمهور يشتم المدير الفني، بس دي طبيعه الكوره في مصر. ممكن نكون نقول المدير الفني او اللعيبه هي اللي بتبقى مسؤوله في المقام الاول. ليه؟ لانهم هم شخصيات عامه معرضين لحاجه زي كده. مبروك للاهلي وهارد لك ولوادي دجله.